مبروك لكل جماهير برشلونة. النهاردة طبعا برشلونة كسبت 2-0 على ختافي، الفريق المتوسط القوة. طبعا برضو يعتبر هو ده مش فريق ضعيف، بينافس على في الترتيب السادس، بينافس على ايه، اي بطولة اوروبية يعني. فكانت مباراة نقدر نقول مش وحشة، يعني متوسطة. طبعا غابت المتعة في برشلونة، طبعا عشان يمين يامال ما كانش ايه مشارك بسبب الإصابة زي ما انتم عارفين. وهو اصاب في العضلة الخلفية وخلاص كده. في تقارير بتقول لك انه مش يعتبر مش هيلحق اي مباراة تانية. في قاعدين طبعا زي ما انتم عارفين 5 مباريات في الدوري الاسباني، مش هيلحق للاسف ولا مباراة منهم. يعني يعتبر مثلا يمين يامال ممكن نشوفه مع المنتخب الاسباني في بطولة كأس العالم. بطولة كأس العالم اللي ان شاء الله باذن الله تبقى بطولة ممتعة جدا، اللي هتبدأ يوم 11/6. 11/6 زي ما انتم عارفين النهارده. يمين يامال اللي عوضه كان مين مكانه؟ كان روني. واللاعب ده على فكرة زي ما قلت لكم قبل كده، لاعب يعني مبشر، لاعب كويس، بيعرف يمسك كرة حلوة، بيتحرك حلو، بيشوت بتاع يعني، إلى حد ما لاعب محترم. الهدفين بتوع برشلونة مين جابهم؟ جابهم فيرمين لوبيز، فطبعا في الوقت بدل ضاع في الشوط الأول. وراشفورد يظهر بعد غياب طويل عن التهديف. راشفورد يا جماعة يسجل هدف زغرته. راشفورد يسجل هدف في الدقيقة 74 علشان يقول لجماهير برشلونة، يعني قبل ما امشي وارجع المانشستر يونايتد زي ما انتم عارفين كان جاي طبعا اعارة، ولحد دلوقتي برشلونة يعني ما فيش نية انه يتعاقد معاه. يعني ما فيش نية انه مثلا ايه يتعاقد معاه رسمي مثلا، ولا ياخده من مانشستر يونايتد. دي كانت طبعا ايه تجربة كده وإعارة على السريع وخلاص. هم قالوا لو لقوه كويس هيكمل، ما لقوش كويس خلاص. وما أعتقدش إنه واحد زي ده مثلا نادر لما يجيب لك هدف و... وفي بديل وبتاع إنه يكملوا عليه. فتوقعت طبعا إنه هيرجع المانشستر يونايتد تاني. دلوقتي برشلونة بعد ما وصلت النقطة 85 في الجدول، فرق بينها وبين ريال مدريد اللي معاه 74 نقطة، فرق 11 نقطة. يعني خلاص كده بنسبة كبيرة الدوري برشلونة. بس طبعا ده اللي هو المفروض يحصل، بس على الورق لسه قاعد فيه 5 مباريات. يعني المفروض برشلونة يكسب مثلا مباراة فيهم، يكسب مباراة ويتعادل مباراة مثلا، عشان نقدر نقول خلاص كده الدوري رسميا فعليا في برشلونة. طبعا ده كله كوم. ومباراة الكلاسيكو كوم. مباراة الكلاسيكو طبعا هيكون غايب منها يامال. وهل برشلونة تقدر تكسب المباراة دي قبل الريال؟ لأنه الريال زي ما انتم عارفين المباراة دي مش هتبقى سهلة خالص، لأنه هو طلع من كل البطولات، دوري الأبطال والدوري يعتبر الدوري الأسباني برضه خلاص موضوعه خلص. فالكلاسيكو زي ما بقول ايه هو المباراة الوحيدة اللي قاعدة اربيلوا والامبابي وفينيسيوس والناس دي علشان تقدم مباراة حلوة فيها. والى حد ما يعني الى حد ما قبل ما تنهي الموسم بتاعها تكسب الغريم الازلي بتاعها. فطبعا هتبقى مباراة صعبة. وفي غياب يامال برشلونة تحسها كده يعني مش ممتعة بصراحة. يعني مش ممتعة ومش موجودة. أم، عندك ليفاندوفسكي طبعا خلاص. ليفاندوفسكي يعتبر اعتقد انه برشلونة مش هتجدد له تاني، يعني مش هتجدد له تاني. واحتمال ليفا بعد المشوار الطويل. طبعا لاعب محترم، ولكن زي ما يقولوا السن ليه احكامه. خلاص ممكن تلقاه مثلا في الدوري الامريكي، ممكن تلقاه مثلا الله اعلم مين ممكن يتعاقد معاه. يعني ما اعرفش، هو لا يروح الدوري الامريكي، لا ممكن يعتزل مثلا. ده بالنسبة
الليفا بعد عطاء طويل طبعا، يعني قبل برشلونة كان في البايرن ميونخ، وكان عامل انجازات كبيرة معاهم، وقبلها كان في دورتموند، وهكذا. لاعب خطير ومحترم جدا جدا جدا. آه بس يعني مباريات نعتبر دي ما فيش فيها كلام كثير يتقال، انه غير انه برشلونة مستمر في الصدارة، وعارف انه يعتبر إيه الدوري الاسباني هو الحاجة الوحيدة اللي تنقذ بها الموسم بتاعها. آه نادي برشلونة، هل مين هيتعاقد معاه في الموسم الجديد؟ لغاية دلوقتي ما فيش حياة مؤكدة، ولا حياة فيش حياة باينة. آه أربيلو ده بعد ما يمشوه مين هيجيبوه؟ جوزيه مورينيو أو مثلا أي حد تاني ولا لا؟ فالموضوع يعني رخم شوية. بالنسبة للريال الدنيا ضايعة خالص، يعني الريال ضايعة خالص خالص خالص. برشلونة يعتبر نقض الموسم بتاعه، قاعد يشغل قاعد يشغل مباراة الكلاسيكو وخلاص. يعني لو قدر يعمل فيها حاجة برشلونة يبقى كده الدنيا حلوة وتمام، ويعتبر إلى حد ما نهى الموسم بالدوري، ونهى موسم بفوز على ريال مدريد، في حالة ريال مدريد المتخبطة والدنيا بايظة عنده. واكبر دليل على كده انه كانت اللعيبه تايهه في المباراه الاخيره، و ومبابي قاعد يقول لهم غيروا لي مش غيروا لي بتاع. تحس كده في حاجه غلط في الريال، زي ما قلت انا في الفيديو اللي فات. فبالتوفيق برشلونه ماشي بالطريق الصحيح. هنشوف طبعا، كنا متشوقين لمباراه الكلاسيكو، فان شاء الله تكون مباراه حلوه. وتوقعاتكم يمين يمال غيابه عن مباراة الكلاسيكو هيأثر مع برشلونة ولا لا؟ يعني هل برشلونة يقدر، ده السؤال، هل برشلونة يقدر يكسب الريال بدون يمين يمال، ولا الموضوع صعب؟ شاركوني في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك واشتراك، وان شاء الله بإذن الله الجاي هيكون دمار. سلام. اه يا يمين يمال فقدناك.